ملي كان كلشي قريب يغرق بان بحال الا المدرب دار راسو ما شاف والو، ولكن في ديك اللحظه مايك هرس الجاج بضربه وحده فرمشات عين، دخل المال داخل وبدا كلشي كيتجر مع التيار. ولكن قبل ما يقدر حتى شي واحد فيهم يتنفس شويه على المدرب باللي كلشي سقط في الاختبار، حتى مايك اللي اعتق حياه الجميع ما اعتبروش ناجح حيت تجاهل الخدمه الجماعيه بمره، وبسبب هذا الشيء غرقت واحد البنت وماتت. تما عاق كلشي باللي المدرب كان في الحقيقه كيختبر روح الفريق والتعاون ماشي غير الذكاء والسرعه ديال الهروب. الغد ليه ومن بعد ما ارتاحوا مزيان رجعوا عاوتاني لمرحله اخرى من داك الاختبار القاصح. هاد المره التحدي كان هو التنقاذ بالمظلات، مساله حياه او موت. في الاول صحاب ليهم واش غير اختبار ديال الشجاعه وكان كل شيء ناشط، ولكن دغيا صدمهم المدرب بواحد الحقيقه كتخلع. واحده من المظلات كانت خاويه، يعني شي واحد ضروري غادي يطيح ويموت. غير سمعوا هاد الشيء والخلعه شداتهم، وملي قربوا للارض اللي خوافين بزاف حلوا المظلات ديالهم دغيا من غير مايك واني اللي ما زربوش. تسناو حتى تاكدوا باللي المظلات ديال الاخرين تحلوا مزيان، تما عاد عاقوا باللي شي واحد فيهم ما عندوش المظله. ولكن في ديك اللحظه كانوا صافي فاتوا الارتفاع المسموح به، حتى المدرب براسو تخلع وطاح الكاس من يدو. وباش يحتقوا حياتهم وبلا تفكير شد مايك في اني وزيرها عنده، وفي الاخر حلوا مظله وحده بجوج بيهم. ولكن كانوا ديجا فاتوا الوقت المثالي باش يحلوها. في الاخر تخبطوا مع الارض بالجهد، واخا هكاك نجاوبوا عجوبه. اما الباقي ديال الفرقه نزلوا بسلام، ولكن التصرف الاناني ديالهم خلاه يتم الاقصاء ديالهم من المسابقه. وإلا عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناه.